هذا أمر خطير للغاية. قد يعتدون على اللاجئين السوريين في بيوتهم، لأن عناوين أكثر من 3 مليون لاجئ سوري أصبحت على مواقع التواصل الاجتماعي. إن صحت المعلومات أن هناك طفل 14 عاما استطاع اختراق هذه المعلومات فهذه مصيبة، وإن كانت هذه الرواية غير صحيحة ولها أهداف أخرى وأيادي خفية أخرى فهذا الأمر أيضا مصيبة أخرى، ويجب التعامل معها بشكل سريع وقانوني.